البتنجان لا تسلقيه ولا تقليه ولا تضيعي ازازة زيت عليه. من النهاردة هنخلي البتنجان في البرطمان، يعني تقدري يقعد معاكي شهر في البرطمان، وانسي انك تضيعي الزيت الغالي عليه. بس قبل ما نبدأ وصفتنا تنزلوا بسرعة تعملوا متابعة ولايك وشير وتتمنوا لي الخير في الصفحة الجديدة ان شاء الله. نسمي الله. ومعانا كيلو بتنجان حجمه صغير كده زي ما انتوا شايفين، هنعبيه في البرطمان المغسول ومتعقم كويس، وكم قرن فلفل كده معاه يتخلل، وادي معانا كام فص توم هننزل على البتنجان بيه. ايوه كده بالشكل ده كده هنحط التوم بتاعنا، وخليكم معايا. ادي الملح بتاعنا، وبنحط الملح بتاعنا لكل كوباية مية معلقة ملح. ايوه كده معلقة هريسة شطة، ودي عاملينها في البيت وهنزل لكم الفيديو بتاعها. معلقة خل، وادي ليمونتين معصورين معانا بالشكل ده. ايوه كده انسي انك تعملي مخلل البتنجان كل يوم خلاص وتضيعي الزيت عليه. ودي شراية الليمون اللي احنا عصرناها بنضيفها معاه كده. مفيش اجمل من كده. هنضيف معلقة سكر، ومعلقة السكر دي مادة حافظة وبتدي البتنجان طعم حلو قوي مع الخل والليمون. هننزل بمية مغلية من الكتل ونغطي بيها البتنجان بتاعنا بالشكل ده. ورقتين من الغار، ودي بتمنع تكون البكتيريا. رشة زيت من على الوش، واكيد مفيش اسهل من كده. خلص بتنجاننا تقدري تحتفظي بيه في التلاجة لمدة اكتر من شهر وهو معاكي في التلاجة بالشكل ده. بس في الاول هنمسك البرطمان بتاعنا كده، هنلفه يمين وشمال ونتأكد ان الملح داب معانا. ايوه كده مخلل بتاعنا خلص وبقينا جاهزين، يعني مش محتاجين كل يوم نقف نعمل طبق مخلل البتنجان. وخليكي مستعدة في اي وقت بالمخلل بتاعك كده. وصفتي خلصت، يا رب تكون نالت اعجابكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة واكلة جديدة من اكلات اختكم بسوم. ما تنسوش تعملوا لي متابعة وتتمنوا لي الخير في الصفحة الجديدة. اشوفكم على خير، وسلام عليكم.